الست العجوز كان نفسها بحفيد، لكن في اللحظة اللي بعدها على طول لقى نفسه شايل طفلة وقعت فجأة في حضنه، والأغرب إن العلامة اللي على جسم الطفلة كانت شبه العلامة اللي عنده بالظبط. قبل ما يلحق يستوعب جريت واحدة وخطفت الطفلة منه ودخلت جوه البيت، وطلع إن الست دي كانت مستخبية من عيلتها القاسية. ولما الراجل شاف إنهم خلاص هيكشفوها وقف قدامهم ومنعهم وأمر حراسه يطردوا الاتنين الأشرار فوراً. لكن الراجل نفسه ما كانش مصدق إن الطفلة دي بنته فعلاً. على طول الست العجوز لمحت شعره وقعت من الطفلة على هدوم الراجل. شافت كده فقامت هي بسرعة شدت شعره من الراجل وأمرته يبعته للمستشفى يعملوا تحليل نسب، وبعدها خلى الراجل يركع معاه ويشكر ربنا. ما عداش وقت طويل وطلعت النتيجة. المدير التنفيذي اتصدم لما شاف إن النسبة فوق 90%. أول ما أهله سمعوا الخبر طاروا من الفرح. وقتها الراجل افتكر حاجة حصلت قبل سنة. الست دي كانت بتوصل أكل الفندق، وهناك قابلت الراجل وهو تايه ومش في وعيه، والست ما رفضتش الراجل الوسيم، لكن اللحظة دي خلت الست تحمل منه، وبعد فترة خلفت بنت جميلة. بس لما عيلتها عرفت إنها حامل من غير جواز ضغطوا عليها تقول اسم الأب فوراً، والست ما كانتش عارفة هو مين أصلاً. في خوفها رمت شوية تراب في وشهم وجريت هربت. في نفس اللحظة عيلة الراجل كانت بتدعي ربنا، والست وهي بتهرب بالغلط وقعت بنتها. بالصدفة الراجل شال الطفلة في حضنه، ولما عرف إنها بنته فعلاً أمر المدينة كلها تدور على مكان الست. الست البسيطة اللي ما كانتش عارفة حاجة فضلت تشتغل ليل نهار عشان تعيش بنتها حياة كويسة. لكن فجأة وبسبب إنها اتأخرت دقيقة واحدة وهي بتوصل الأكل اتعذبت على إيد واحدة حقودة. حاولت الست تشرح إنها اتأخرت عشان كانت شايلة بنتها، لكن الست الحقودة زادت غضب وقالت إن الأكل وسخ، وبكل غرور رمت الأكل على الأرض وطلبت من الست تنظفه حالاً. لكن في اللحظة دي الراجل كان وصل الشركة. أول ما شاف تصرف الست الحقودة انفجر فيها غضب، ولما عينه وقعت على شكل الست البائسة افتكر على طول اللي قابلها زمان، فساعتها أمر مساعده يدور عليها فوراً.